بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبه وطالبات الصف الرابع الابتدائي، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات حل كتاب المعاصر 2025 واللي بنستعرض فيه حل الاكسرسايز على اليونتس على الوحدات. هنبدا النهارده ان شاء الله بيونت 1 ليسون 1 بيج 20 الوحده الاولى الدرس الاول صفحه 20. اول كويستشن معايا اللي هو الليسننج، وده طبعا احنا بنسيبه مش بنحله لانه بيكون موجود في الملحق بتاع الكتاب. نبدا بالكويستشن الثاني او السؤال نمبر 2، وده عباره عن باسج المفروض فيها جابس، فيها فراغات، واحنا بناخد الكلمات الموجوده في الوردز بوكس، الكلمات الموجوده في صندوق الكلمات. لكن اولا قبل ما نحل السؤال ده لازم نبقى عارفين المينينج، المعنى بتاع الوردز بتاع الكلمات ديت، وكمان عارفين هي اني نوع او اني تايب من بارتس اوف سبيش، اجزاء الكلام. اول كلمه معايا فروتس يعني فاكهه، ودي ناون. في عندي جريبس اللي هو العنب، وده برضه ناون. في عندي جرو يعني يزرع او ينمو، وده فيرب فعل. عندي تشيكن ودي دجاج ناون. وفي عندي شوجر سكر، وده برضه ناون. انا المفروض لازم ابقى عارف المينينج، المعنى بتاع الكلمه، وكمان عارف نوع الكلمه ايه، هل هي اسم ولا ضمير ولا فعل ولا صفه ولا حرف جر، عشان اقدر احطها في المكان المناسب ليها في الباسج في القطعه. القطعه بتقول لي fruits grow in different times of the year، يعني الفاكهه بتنمو في اوقات مختلفه من العام. بعد كده بيقول لي وي ده subject pronoun، ده ضمير فاعل لازم يجي بعديه verb على طول. الافعال اللي موجوده عندي فوق مفيش غير فعل واحد اللي هو grow، وبالتالي فهو اللي هينزل. we grow different kinds of them in Egypt، يعني احنا بنزرع انواع مختلفه. kinds of يعني انواع مختلفه منهم. them هنا عايده على الفروتس، على الفاكهه في مصر. mangoes and ايه، يعني عايز يقول لي المانجا وايه are delicious fruits. في عندي ايه فوق ينفع يكون مع المانجا ونقول عليهم الاثنين ان هم fruits، مفيش غير grapes، يبقى mangoes and grapes are delicious fruits، يعني المانجا والعنب بيكونوا فاكهه لذيذه. we get يعني نحن نحصل على ايه from sugar cane، احنا بنحصل على ايه من قصب السكر، اكيد الشوجر، يبقى we get sugar from sugar cane. بعد كده هو احنا بدأنا جمله جديده، فاحنا عايزين هنا فيها فاعل لان هيجي لي بعدها have important vitamins that are good for our health، يعني بيكون فيها فيتامينات مهمه جدا مفيده للصحه بتاعتنا، فهتكون الفروتس بيكون فيها فيتامينات مهمه جدا للصحه. question number 3 السؤال الثالث، وده الباسج اللي المفروض ان احنا بنقراها كويس جدا علشان نقدر نحل الاسئله اللي موجوده عليها. بيقول لي farmers are very important to us، الفلاحين مهمين جدا بالنسبه لنا. they produce a lot of food for us to eat، هم بينتجوا العديد من الطعام او انواع كثيره من الطعام علشان ناكل. they grow rice in Egypt، هم بيزرعوا رز في مصر. they also grow vegetables like onions، هم كمان بيزرعوا خضروات زي البصل. they grow fruits like watermelons and bananas، هم كمان بيزرعوا فاكهه زي البطيخ والموز. they raise chickens to get eggs and meat، يعني هم كمان بيربوا الدجاج علشان يحصلوا على البيض واللحمه. my uncle is a farmer، عمي بيكون فلاح. he works hard on his farm، هو بيشتغل بجد في المزرعه بتاعته. I like to visit him every summer، انا بحب ازوره كل صيف. my cousin helps him on the farm، ابن عمي بيساعده في المزرعه بتاعته. I like to help them، وكمان انا بحب اساعدهم too ايضا. it's interesting، الموضوع بيكون شيق جدا. they grow many kinds of delicious food، هم بيزرعوا انواع مختلفه من الفاكهه اللذيذه. we get fresh mangoes from the farm every year، احنا بنحصل على المانجا الطازجه كل سنه من المزرعه. there are different animals on his farm like goats, cows and a donkey، يعني بيقول ان عنده حيوانات مختلفه في المزرعه زي الماعز والبقر and a donkey يعني وكمان حمار. A choose the correct answer from A, B, C or D، تعال نختار الاجابه الصحيحه A, B ولا C ولا D. the underlined word delicious، كلمه delicious means تعني ايه كلمه delicious؟ tiring متعب اكيد لا. ready جاهز لا مش هتنفع. yummy يعني لذيذ بتسويها. boring يعني ممل يبقى لا، يبقى delicious means yummy. number 2 farmers raise، الفلاحين بيربوا ايه؟ to get eggs، بيربوا ايه؟ to get eggs يعني بيربوا ايه عشان يحصلوا على البيض. يديني cows البقر لا طبعا. sheep الخراف لا طبعا. chickens الدجاج اكيد. goats الماعز لا، يبقى farmers raise chickens to get eggs. B بيقول لي answer the following questions، بيقول لي why are farmers very important، ليه الفلاحين بيكونوا مهمين جدا؟ بنقول الفلاحين مهمين جدا لانهم بينتجوا انواع كتيره او طعام كتير لينا عشان ناكل. فالانسر بتاع السؤال ده هتكون because they produce a lot of food for us to eat، لان هم بينتجوا العديد من اصناف الطعام لينا علشان ناكل. number 4 بيقول لي summarize the second paragraph in one sentence. summarize ده سؤال مهم جدا ولازم يكون موجود وعارفين الاجابه عليه. والsummarize هو التلخيص، يعني انا عايز تلخيص للفقره الثانيه الموجوده في القطعه.
بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هقرا الفقره وهطلع منها جمله بتختصر الفقره دي. هو هنا بيتكلم على عمه وعن المزرعه وانه بيروح لعمه وي فاحنا نختصر الكلام ده فنقول مثلا ايه I enjoy visiting my uncle in his farm، يعني انا بستمتع بزياره عمي في المزرعه. Question number 4 choose the correct answer from A B C or D، وده اختياري. number 1 بيقول لي ايه grow vegetables for us to eat، مين او ايه اللي بيزرعوا الخضروات لينا علشان ناكل؟ بيجي engineers المهندسين، لا اكيد. farmers الفلاحين اكيد طبعا هم. doctors الاطباء، لا. vets الاطباء البيطريين، لا تكون farmers. number 2 we produce vegetables like احنا بنزرع او بننتج خضروات like زي ايه and potatoes. هو هنا عايز مثال vegetables، عايز مثال الخضروات. onions بصل، ده من الخضروات. bananas لا ده من الفروتس. watermelons ده بطيخ، لا ده طبعا برضه من الفروتس. apples تفاح وده برضه من الفروتس فهتكون onion. number 3 breakfast is my favorite، الفطار بيكون my favorite ايه وبيقول لي job وظيفه، لا. meal وجبه، تمام. clothes ملابس، لا. place مكان، برضه لا فهتكون breakfast is my favorite meal. number 4 the food looks، الطعام look، كلمه look معناها ينظر بس لها برضه معاني كتيره زي يبدو، فاحنا هنا عايزين نقول ان الطعام يبدو ايه and smells good يعني ريحته كويسه. فهو عايز هنا يقول لي ان الطعام كان يبدو delicious يعني لذيذ، اكيد تنفع. bad سيء، لا طبعا. ugly معناها قبيح، لا مش هينفع. noisy صاخب او ضوضائي، مش هينفع. فهتكون the food looks delicious and smells good، يعني الطعام بيبدو لذيذ وريحته كويسه. B number 1 orange juice is my favorite، بيقول لي عصير البرتقال بيكون my favorite ايه؟ book كتاب، لا طبعا. سبورت رياضه، لا. فود طعام، لا طبعا. درينك معناها يشرب او مشروب، فتكون orange juice is my favorite drink يعني عصير البرتقال بيكون مشروبي المفضل. نمبر 2 بيقول لي ايه mangoes are my favorite fruits، هو هنا برضو عايز يجيب حاجه مع المانجوز عشان تكون fruits. مدين ووتر ميلون، ووتر ميلون تنفع. رايس، لا رايس ما تنفعش. ميلك لبن، لا طبعا ما تنفعش. onions بصل، لا ما تنفعش. water melon and mangoes are my favorite fruits يعني البطيخ والمانجا بتكون فاكهتي المفضله. Number 3 he's a farmer، هو بيكون فلاح. بعد كده بيقول لي he not rise on his farm، بيعمل ايه في الرز on his farm. بيديني raise بيربي، لا مش بيربي. grows بيزرع، تمام تنفع معايا. comes ياتي، لا طبعا ما تجيش. drinks يشرب، لا فهتكون he's a farmer he grows rice on his farm، يعني هو فلاح وبيزرع رز في المزرعه بتاعته. Number 4 farmers الفلاحين مالهم many vegetables every year، الفلاحين بيعملوا ايه في الخضروات كل سنه؟ happen يعني يحدث، لا. practice يعني يمارس، لا برضه. talk يعني يتكلم، ما تنفعش. produce يعني ينتج، يبقى farmers produce many vegetables every year، الفلاحين بينتجوا خضروات متعدده او خضروات عديده كل سنه. البانكتويشن، سؤال البانكتويشن طبعا احنا بنشوف اول لتر اول حرف بيكون في الستيتمنت في الجمله لازم أن يكون كابيتال، فهتكون ايجيبشن الاي كابيتال، وهنحط في الاخر فول ستوب لان طبعا ده مش كويستشن ده مش سؤال، فهتكون ايجيبشن فود از يوم. واخيرا كويستشن نمبر 6 سؤال باراجراف، وده هسيبه لك تحت في الكومنت، وده بيتكلم عن الفود ان ايجيبت، الطعام في مصر. نستخدم الاليمنتس الموجوده اللي هي جرو وفارمرز يزرع وفلاحين، وهسيبه لك تحت في الكومنتس. وفي النهايه اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم واضيف لكم معلومه جديده او على الاقل اكدت معلومه قديمه، ولو ده تم بالفعل ما تنساش لايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار او اسئله يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتس وهرد عليك في اسرع وقت ممكن، وتابعنا عشان يوصل لك كل الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.